السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير على خير. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم باحسن الاحوال، صحه جيده ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض الرز تاع المطاعم، يعني تحت طلب تاع وليداتي كانوا يحبوا الرز. قال لك ديري لنا ماما الرز كيما تاع المطاعم، رانا حابين نحسوا روحنا رانا ناكلوا في الريستوران. دونك واش درت يا البنات؟ طيبت لنا شويه رز مع شويه اسكالوب تاع الدجاج مع شويه فريت ومع اون صوص، ويعني وتعشينا بالصحة والراحة علينا وعليكم كامل. ليسونسيال اللي مهتمة بالوصفة راح تقعد معايا حتى لافين تاع لا فيديو هكذا باش تشوف كامل الطريقة والتفاصيل. ما تنساوش فقط ذاك الجيم والبارتاج فضلا وليس أمرا. وقبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساوش تصلوا على أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. إذا واش حقيت يا البنات؟ في هذه الوصفة جبت يعني اسكالوب تاع الدجاج، كمية تاع اسكالوب تاع الدجاج، ودرت لها لا ماريناد تاعها ولا التتبيله. هنايا درت كميه تاع زيت الزيتون وعصره تاع الليم، درت شويه ثوم ربيته، ودرت لي زيبيس اللي هما الفلفل الكحل، سكنجبير، الكركم، توابل الدجاج والملح، شويه فلفل الكحل وشويه تاع لا موتارد هكذا. خلطتهم مليح مليح، يعني التوابل معروفين تاع الدجاج، كل وحده دير واش عندها واش تحب. وراح نمارينيهم، انا مارينيتهم يعني مع الصباح وخليتهم حتى في الليل باش طيبتهم. جا بنين، جا سكر يا البنات، جا هايل. يعني شرب كامل هذيك التتبيله وجا طري. المهم نتبلوهم كامل هكذا وراح نغطيهم بالفيلم اليمونتير، وراح نديرهم في الثلاجه ونخليهم حتى وقت الاستخدام راح نجبدهم. من جهه واحده اخرى عندي كميه تاع الرز، انا كنت غسلته هنا بليزيوغ فوا، يعني غسلته وعاود غسلته وعاود حتى راح له كامل هذاك اللون الابيض. صفيته وخليته نشف، وراح ندو كوكوط ولا يعني طاجين طنجرة ليسونسيال نديرو فيها شويه زيت وشويه تاع لا مارغرين. راح نذوبوا هذيك المارغرين مع الزيت، وراح نديرو الكميه تاع الرز هنايا باش تتقلى وتشرب كامل هذيك ليدا. هنا خلوه يعني نقصولو خلوه حتى يتشرب ذاك الرز كامل ليدا هكذا بهذه الطريقه. وراح نضيف لي زيبيس اللي هما فلفل الكحل، شويه كركم وشويه زنجبيل. هم ليك الفلفل الكحل الكركم والزنجبيل. وراح ندير شويه ملح، ما تكثروش الملح على هكذا. وراح نمرق يعني ونخلي الروز تاعي يطيب، كي يبدا يغلي نقص له كامل الغاز ونخليه يطيب في عرض هكذا بهذه الطريقه. هنا يعني مرقوه بالماء السخون وغطوا عليه وخلوه يطيب. وكما راكم تشوفوا انا مازالني نقلي فيه يعني حتى يتشرب كامل هذيك الزيت وهذوك لي زيبيس باش يجينا بنين بهذه الطريقه. ودوك راح نمرق وراح نغطي عليه ونخليه يطيب. انا الرز هنا اللي استعملته الرز هذا الطويل، جا على حبه، جاني فركت على حبه ما شاء الله، يعني عجبني بزاف. بهذه الطريقه راح نغطي عليه ونخليه يطيب. فوالا هاوليك الرز تاعي بعد ما طاب، شوفوا يعني جا فركت، جا على حبه، شوفوا يعني الصوره يتعبر عليه، جا هايل هذا الرز. المهم من جهه واحده اخرى راح نجيب المقله تاعي ونديرها تسخن مليح فوق النار. فوالا خلوها تسخن مليح. انا مش ندير الزيت لانه ديجا راني دايره لي سكالوب تاعي، راني دايره لهم كميه تاع زيت الزيتون. راح ندير، شوفوا البنات الا حبيتوا يعني لي سكالوب تاعكم يجوكم طرايه، هنا لازم تطيبوهم على نار يعني قويه، ما ديروش نار قليله لانه راح يطلق الماء تاعو والسكالوب ولا اي حاجه يعني دجاج ولا. الا طلق الماء تاعو راح ولا اللحم، يعني الا طلق الماء تاعو راح يجيكم قاصح في ماكلته، يعني راح يجيكم ناشف. دونك لازم تطيبوه على نار قويه هكذا راح يطيب لكم اطري. فوالا مام هذيك التتبيله يعني اللي درتها فيه راح قلبتها فوقه وخليته يعني على نار قويه. شوفوا هذاك اللون اللي داه وديك التحميره يعني هكذا راح نقلبهم. هنا راني زايده كامل النار وراح نقلبهم ونخليه يكمل طيابه من الجهه الزوجه، يعني فقط 2 دقائق حتى 3 يكون طاب من الجهه الاولى، دوروه على الجهه الثانيه. فوالا بعد ما طاب راح نحيه، وفي هذيك المقله راح ندير اون صوص اللي راح نرافقها مع الروز تاعي ومع لي زيسكالوب تاعي.
الا شفتوا يعني هنا الزيت ناقصه ديروا شويه، انا ما زدتش ليسونسيال غير في هذيك شويه تاع الزيت. درت حبيبه تاع بصل تكون شويه صغيره. خلوها تقلى مليح حتى يعني قريب تتكرمل، خلوها تدي داك اللون يعني الشباب تتكرمل لكم باش تجينا لاصوص تاعنا بنينه. هنا درت قلت لكم حبيبه صغيره تاع البصل، ودرت سنينه تاع ثوم هكذا. مازالني زايده الغاز. هنا راني رابي في الثوم، يعني لازم نديرو شويه ثوم سنينه هكذاك باش تجينا بنينه. شوفوا اللون اللي داه البصل تاعي. في هذه المرحله راح نضيف يعني تقريبا نص كاس تاع ماء. يعني نتوما واش راكم حابين لاصوص، انا درت كاس تاع ماء ولا قريب يعني كاس الا الربع تاع الماء. وراح نضيف يعني كي يبدا يغلي راح نضيف كميه تاع الكريم لا كريم فريش او الكريمه الطازجه. انا هذه لا كريم صنعتها في الدار. راح ندير كميه تاع كاس تاع لا كريم فريش هكذا. وهنا ذوقوا يا البنات، شوفوا باسكو رانا دايرين الملح في لاصوص تاع في التتبيله تاع الدجاج. ذوقوا الا ستوها يعني خاصها ملح زيدوا شويه، الا ستوها مليحه ما كان لا. فوالا نخلوها تقلى غير شويه ونطفوا عليها وتكون الاطباق تاعنا واجده. فوالا بهذه الطريقه. بون هنا بدات تغلي سي بون راح نطفي عليها وراح نقدم في طبق التقديم. فوالا قلت لكم كانوا حبوه كيما تاع المطاعم، دونك درت لهم شوفوا الرز يعني كي جا على حبه جا هايل جا مفركت. المهم هنا درت لهم في دي بول هكذا، كل واحد حطيت له في البول تاعو في طبسيح انديفيديوال، يعني كل واحد حطيت له وسبقت لهم هكذا بيحسوا روحهم هم ياكلوا في الريستورون. فوالا بهذه الطريقه راح نقلبوا هكذا. وحطيت لهم لي ستيك بيان سور. ودرت كنت زدت يعني قليت حبيبات تاع بطاطا، يعني لي فخيت دائما لازم يكونوا حاضرين، خاصه الاطفال يبغوهم يموتوا عليهم. دونك درت كميه تاع لي فخيت بهذه الطريقه. ودرت لاصوص تاعي من الكوتي من الثم. وتقدروا ديروها فوق يعني فوق الرز ولا فوق لي زيسكالوب. وبالصحه والراحه. فوالا لحقنا لنهايه تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. تهلاو في صحتكم ومع السلامه، وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.